أهلا بكم في ملخصات قناتنا زاوية فيلم. النهاردة هعرض لكم فيلم كوميدي خيالي وغموض. في الفيلم هنشوف بعض المفاجآت، فخليكم حذرين. في راجل ياباني لابس بيجامة ملونة جدا بيصحى في غرفة بيضاء فاضية ما فيهاش أبواب أو نوافذ ولا حتى سقف ظاهر. لما يقترب من واحدة من الحيطان عشان يشوفها عن قرب يلاقي حاجة غريبة طالعة منها، نتوء بشكل عضو ذكري. بعد ما يلمسها شوية يضغط على الرأس بتاعها، وده بيخلي مئات من الملائكة الصغار اللي بيضحكوا يطلعوا من الأرض والحيطان، لكنهم بيبقوا موجودين شوية وبعدين بيرجعوا لمكانهم تاني. لكن الحاجة الوحيدة اللي بيتركوها لنا دلوقتي كل الأعضاء بتاعتهم طالعة من الحيطان والأرض. المرحلة دي اسمها التعلم. بينما هو بيشم الإصبع اللي استخدمه عشان يلمس الزر الغريب الشكل، الراجل بيصرخ من الخوف، وبعدها بيبدأ يطلب المساعدة من أي حد حواليه، لكن مفيش فايدة. فقرر يبدأ يضغط على الأزرار المختلفة عشان يشوف إيه اللي هيحصل، وكل مرة يضغط فيها حاجات مختلفة بتنزل في الغرفة، من فرشاة أسنان صغيرة لحد مزهرية كبيرة. ولما يضغط نفس الزر تاني بيديله نفس الشيء، وده اللي خلى تجربته للزر ده تنتهي بتراكم شوية عصي الأكل. لكن المتعة مش هتدوم كتير لما يضغط على الزر اللي جنب زر العصا، وبيطلع عربة صغيرة من الحيطة وبتصدمه في رجليه. بعد ما صرخ من الوجع، الزر اللي بعده بيضغط عليه بيتحول لحاجة غريبة وبتطلق ريح في وشه. بعد كام ساعة الراجل بيكون لما عدد كبير من حاجات عشوائية في الأوضة، ولما بيرمي كورة على الحيطة بتدوس على زر بيطلع له سوشي. بيتحمس لأنه كان جعان، بس يلاحظ إنه ناقصه صوص الصويا. بيطلبه من اللي حابسينه، بس كالعادة مفيش رد. بيفضل يضغط على زر معين لحد ما يتجمع قدامه كمية سوشي، بس برضه مفيش صوص. في الآخر بيستسلم وبياكله كده، ويطلع طعمه حلو جدا. أول ما يخلص آخر قطعة ويطلب كمان، ساعتها بس يجي صوص الصويا، يتنرفز ويدف الصوص بعيد، ويضغط على زر تاني يطلع له نضارة ثلاثية الأبعاد قديمة يلبسها، ويشوف ملاك صغير بيشاور على عضوه، فيفرح ويفتكر إنه لقى الحل. بس لما يضغط على الزر ده كل اللي بيحصل له هو عد تنازلي، وبعدها الشيء المحرج عملاقة بتنزل من فوق، ونفس النهاية المحبطة. بعد كده يكون خلص 5 أجزاء من مانجا بيحبها، ولما يضغط على زر علشان يجيب الجزء السادس يطلع له السابع. يبدأ يجرب أزرار تانية يجيب له الثامن والتاسع، بس السادس مش موجود. آخر زر بيجربه بيكشف له جزء من الحيطة فيه باب مستخبي. يفرح جدا، بس من كتر الحماس بينسى الزر اللي فتح الباب. يجرب عشوائي يطلع له راجل من قبيلة أفريقية بيجري من حيطة لحيطة. اللي بعده يخلي 100 تنزل على دماغه، والتالت هو اللي كان مظبوط. لكن أول ما بيجري عليه الباب بيقفل في وشه. المرة التانية نفس السيناريو. ساعتها يفهم إن الباب بيفضل مفتوح طول ما رأس العضو مضغوطة. يبدأ يجرب طرق مختلفة عشان يخليها ثابتة. مرة بيمسكها برجله زي عداء، ومرة بيضربها براش دبان من بعيد، يمكن المسافة تساعده يسبق الباب قبل ما يقفل. لكن كل ده فشل. جرب كمان حبل القفز أو هواء المروحة، لكن مفيش فايدة. خطته اللي بعدها كانت إنه يركب العجلة الصغيرة ويحاول يدفعها بعد ما يضغط الزر، لكن بعد كام محاولة بدأ يقبل إنه مش قادر يتحكم فيها. ساعتها فهم إن الحل الوحيد هو إنه يلاقي طريقة يخلي الزر مضغوط لوحده. حط الفازة الكبيرة فوق الزر، لكن الزر طلع تاني. قرر إنه لازم يملأ الفازة عشان يثقلها. جرب زر المية، لكن المية نزلت عليه هو بس. جرب يملأ الفازة بالسوشي، لكن بقت تقيلة قوي لدرجة إنه مقدرش يشيلها. حاول يطلع السوشي بالأعواد، وبعد شوية قدر يشيل الفازة بالكاد. وصل بالفازة جنب الأزرار، لكن اتلخبط ونسى الزر اللي كان عايز يضغطه. لما جرب زر تاني خرج له راجل أفريقي خبط في الفازة وكسرها. فقد صبره وفضل يصرخ لحد ما لقى الزر الصح وغطاه بالسوشي، لكن الزر طلع تاني من وسط الرز. جرب يلصقه بلاستر، وبعدها بلاستر مع صفيحة حديد، لكن برضه مفيش فايدة. بعد ما أخذ مسكن عشان الوجع قرر يغسل سنانه وضغط على زر المية، لكن ده كان زر غلط وطلع حبل نازل من السقف. اتحمس وأخد فكرة جديدة، يفتح الباب ويستخدم الحبل علشان يتشقلب للناحية التانية قبل ما الباب يقفل. لكن لما جرب يفتح الباب اللي ورا الحيطة لقى إنه مقفول. رجع على الأوضة في الوقت المناسب علشان الباب ما يقفلش عليه، لكن الباب ضربه وهو خارج. زعل وقعد يضرب الحيطة برجله، وأول ما ضرب فتح زر وطلع له مفتاح في نص الأوضة، لكن المفتاح اختفى أول ما الزر طلع تاني. دلوقتي لازم يلاقي الزر والمفتاح مع بعض علشان يفتح الباب، وده هياخد منه وقت لحد ما يلاقي الزر الصح مرة تانية. أولا هو لازم يلاقي الزر تاني لأنه اتشتت وضاع منه. هو بيلاحظ بشكل تقريبي مكان رجليه كانت هتوقف فين لما ركل الحيطة، فاختار زر، ولما ضغط عليه خرج منه كلب ينبح عليه. نفس الحاجة حصلت مع الزر التاني، لكن لحسن حظه المحاولة التالتة كانت ناجحة. وهو مركز عينيه ويده على الزر بدأ يمشي لورا ويمسك قطعة سوشي من الرز عشان يحدد بيها الزر الصح.
لكن لما ضغط عليه الكلب خرج تاني. المرة دي لقى الزر بسرعة وابتدى ينفذ خطته، خلى الحبل يظهر وبدأ يستخدمه عشان يقفز على الأزرار المختلفة. لكن ده مفيش كفاية، وهو ساقط على الأرض شاف جهاز تنظيف من الأزرار اللي ضغط عليها قبل كده وفكر في حل لمشكلته. يقدر يستخدم الكباس عشان يلمس الحيطة ويدفع نفسه لقدام. بعد محاولة فاشلة الخطة مشيت بشكل سليم، ودمج التأرجح بالحبل مع الكباس خلى يقدر يضغط على الزر اللي فيه المفتاح، يمسك المفتاح ويضغط على زر الباب قبل ما يقفل. ما ضيعش وقت ودخل المفتاح في القفل ولفه بسرعة، لكن لما حاول يفتح الباب لقى مفاجأة مش لطيفة. في قفل تاني فوقه وبيحتاج 3 أرقام عشان يفتح. ركض بسرعة بره واتضرب بالباب لما قفل، وبإحباط رمى الكباس على الحيطة التانية ففتح الزر اللي بيطلع منه الأفريقي. وهو بيتفرج عليه وهو بيعدي فكر في حاجة، في 3 أرقام مرسومة على جبهته واللي هم لازم يكونوا التوليفة اللي هو محتاجها. بما إن الوقت خلف الباب محدود بدأ يعمل نفس العملية بتاعت التأرجح بالحبل والقفز 3 مرات، وكل مرة يدخل رقم. في المرة الثالثة فضل واقف وفتح الباب وكان عالق شوية ولازم يدفعه بشدة عشان يفتحه، ولما في النهاية فتحه الحيطة اللي وراه قفلت وخلته يتقفل جواها من غير ما يقدر يكمل فتح الباب. حزين قعد على الأرض وابتدى يبكي، متذكر كل المتعة اللي كان حاسس بيها مع الأشياء اللي جابها من الأزرار. كان مقفول هناك كمان، لكن على الأقل كان عنده مساحة يتحرك فيها وأشياء ترفهه. ودلوقتي اكتشف إنه مقدرش يقدر اللي كان عنده وهو كان لسه ممكن يستمتع بيه. وفجأة حس بهوا بيعدي على وشه جاي من الحيطة اللي على شماله. أول ما لمسها لقى فيها شرخ وفهم إنها مش حيطة حقيقية. من غير ما يضيع وقت زق اللوح وفتحه وخرج يجري على طول لحد ما وصل لممر غريب بيطفو في وسط ضلمة سودة. حس إنه كان بيجري جواها لفترة طويلة جدا، ولما أخيرا وصل لأوضة كان شعره طال وألوان البيجامة بهتت. الأوضة كانت فاضية برضه والباب قفل أول ما دخل، بس بدل ملايكة الأطفال المرة دي كانوا ملايكة كبار واختفوا جوه الحيطة وسابوا أعضائهم بره علشان تتحول لأزرار. دي كانت المرحلة اللي اسمها التمرين. وفي الوقت ده في مدينة في المكسيك عيلة أنطونيو الصغير كانت قلقانة عشان أبوه المصارع المعروف بإسكارجو مان بقى ساكت ومش بيتكلم زي العادة. زوجته افتكرت إنه قلقان من الخصم الجديد اللي أصغر منه في السن، لكن الجد قال إن الخبرة أهم من الشباب. الأخت كارين بنته جت تاخده بالعربية بتاعتها وودته للحلبة عشان يجهز بدري. وفي المدرسة أنطونيو اتعرض للتنمر من زمايله عشان راهن على أبوه وقالوا له إنه ضعيف وخسران. وقبل ما الماتش يبدأ كارين رجعت بالعربية وخدت أنطونيو وجده عشان يشوفوا إسكارجو مان في النزال. كارين ما فضلتش معاهم والاتنين لقوا بالكاد مكان يقعدوا فيه قبل ما العرض يبتدي. أول فرقة بتدخل الحلبة كانت الأشقياء الشماليين اللي فيها سوبر ديمون وتيكيلا جو. بعدهم دخل إسكارجو مان وشريكه سيلفر إيجل باسم بوسني كتير. سيلفر إيجل بدأ القتال ببراعة بس اتغلب لما الاتنين خصوم اتكتفوا عليه وضربوه مع بعض. كانوا بيشاوروا لإسكارجو مان يدخل يساعده لكنه كان رافض، لحد ما سيلفر إيجل عمل خدعة خلت سوبر ديمون وتيكيلا جو يخبطوا بعض وقدر يهرب. لكن أول ما إسكارجو مان دخل اتغلب بسرعة برضه، ولما الخصم جاي يضربه بالكرسي الراجل اللي في الأوضة الغريبة ضغط على زر للعضو، وفجأة رقبة إسكارجو مان بقى طويلة وضرب الاتنين بضربة واحدة براسه ووقعهم. لكن في الأوضة محصلش أي حاجة، وده خلى الراجل يفضل يضغط على نفس الزرار. فإسكارجو مان ضرب كمان سيلفر إيجل والحكم وأنطونيو وحتى الجرس. لما لقى إن مفيش نتيجة بدأ يجرب أزرار تانية. واحد خلى مغني فرقة ميتال ينفخ نار فوق الجمهور في حفلة في لوس أنجلوس، وواحد تاني خلى ساحر روسي يفشل في حيلة وهو بيحاول يخلي المساعدة بتاعته تختفي، وواحد تالت خلى راجل في الصين يعول كلابه. كان هيستسلم لحد ما شاف نور جاي من فوق ولاحظ إن المكان ده ما فيهوش سقف وقدر يشوف الملايكة بتطير بعيد. قرر يجرب فكرة جديدة خالص، بدل ما يضغط على الزرار هيستخدمهم كأنهم مؤيد يتسلق بيها الحيطة. وفعلا الخطة نجحت، وكل مرة كان يمسك زرار بإيده أو يدوس عليه برجله حاجة خارقة بتحصل على الأرض، من وردة بتتفتح لفيل بيموت. كل ما بيطلع أكتر التأثيرات بتبقى أكتر تعقيد، ما بقاش في الطبيعة بس، دخلت كمان الإنسانية والأشياء الصغيرة والكبيرة زي التوستر والهبوط على القمر. ولما وصل للقمة كان شعره ولحيته طويلين وما بقاش محتاج يمسك في الحيطة، دلوقتي بقى يقدر يطير زي الملايكة. وباستخدام كل الخبرة اللي اكتسبها من التدريب في الأوضة السابقة بقى يتصرف كإله، وابتدى يختار أعظم إنجازات البشرية عن عمد بدل ما يضغط على الأزرار عشوائي.
ولما خلص كان محاط بالريش بدل الجدران، ودخل بوابة مضيئة أخدته للأوضة الأخيرة. الأوضة دي كانت مرسوم على جدرانها القارات، وكان فيها زر عضو ضخم كان الراجل على وشك يضغط عليه، ودي المرحلة المعروفة بالمستقبل. وبكده وصلنا لنهاية فيلمنا اليوم، رحلة مليانة مغامرة وتحديات لحد ما وصل بطلنا لنقطة تحول كبيرة ليحكم في عالم الأزرار ويصل للمستقبل. ده كان كل شيء لليوم. إذا عجبتكم القصة وعايزين تشوفوا المزيد من الأفلام، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان تتابعوا كل جديد. شكرا لكم على المشاهدة، ونشوفكم في الفيديو الجاي.